هل أنا اللي أختار الكلية ولا أسيب الكلية هي اللي تختارني؟ لو أنت أو أنت من الطلبة اللي لسه مخلصين ثانوية عامة ودلوقتي مستنيين التنسيق أو عرفوا نتيجتهم بالفعل، فالفيديو ده رسالة ليكم. انتوا دلوقتي مش على باب كلية، انتوا على باب حياة جديدة خالص، حياة مليانة حرية ومسؤولية اختيارات محدش هيختارها غيركم. فتعالوا نسأل السؤال اللي بيشغل دماغ كل طالب اليومين دول: هل أنا اللي أختار الكلية ولا أسيب الكلية هي اللي تختارني؟ السؤال ده مش بسيط زي ما شكله باين، ولكن خليني أقولكم على حاجة مهمة كده في البداية. التنسيق هو نظام رقمي مش تقييم إنساني. يعني الكلية اللي دخلتها أنت دخلتها بناء على مجموعك، مش بناء على قدراتك ولا اهتماماتك الحقيقية. فلو الكلية ما طلعتش اللي كنت بتحلم بيها فده مش معناه نهاية الطريق، ولو الكلية طلعت زي ما كنت بتحلم ده برضو مش معناه إنك وصلت. لأن النجاح في الجامعة أو في الحياة عموما مش متعلق باسم الكلية. النجاح متعلق بإجابتك على سؤال واحد: أنا عاوز أكون مين، مش أنا دخلت كلية إيه. طيب خلونا نقسم كلامنا كده علشان نكون فاهمين احنا بنتكلم في ايه. اول حاجة، الكلية مش هتعرفك على نفسك، انت اللي لازم تكتشفها. يعني الجامعة مش هتقولك مين انت ولا هتحدد لك مستقبلك، لكن الجامعة هتديك مساحة تمتحن فيها نفسك. هل عندك فضول؟ هل بتعرف تشتغل على نفسك؟ طب انت اصلا بتعرف تتعلم؟ تاني حاجة، لو الكلية مش حلمك خليها محطة مش عقبة. يعني لو دخلت كلية مش بتحبها عندك اختيارين زي ما قلت في الفيديو اللي فات: يا تعيش دور الضحية وتفضل تقول أنا مش بحب الكلية دي، يا تستغل ال4 سنين في تنمية نفسك في أي حاجة تانية، كورسات، مهارات، شغل، تعليم ذاتي. صدقني الإنترنت دلوقتي بقى أكبر جامعة، وعاوزاك تعرف إن محدش هيمنعك من إنك تطور من نفسك غير نفسك. تالت حاجة، لو دخلت كلية بتحبها افتكر انها مش كفاية. يعني لو انت من الناس اللي دخلوا الكلية اللي كانوا بيحلموا بيها فخلي بالك ان الحلم لسه ما بدأش، دي البداية بس. ولو نمت على الحلم هيتحول كابوس. فاشتغل، اتطور، واسأل نفسك كل يوم: هل انا ماشي في اتجاه بيضيف ليا ولا انا بمشي فيه عشان هو روتين وخلاص؟ احنا في جيل دلوقتي مش بيستنى الوظيفة ولا بيقيس نفسه بدرجة الامتحان، احنا في جيل بيصنع طريقه بإيده. وعاوزاكم تعرفوا ان الكلية مجرد مكان مش هوية، وان الشهادة ورقة مش مصير، واللي بينجح هو اللي عنده وعي يقرر يكون ايه بغض النظر عن هو فين دلوقتي. فعاوزاك تفكر كويس وتسأل نفسك من دلوقتي: انا هدخل الجامعة علشان اكمل نظام وعشان هي دي الحياة، ولا انا هدخلها وانا صاحي وفاهم انا عاوز ايه؟ الكلية اللي هتدخلها مش اهم من الشخصية اللي هتكونها جواها. وصدقني ما ينفعش تسيب الكلية تختارك، لازم تختار انت هتكون مين في اي مكان تدخل فيه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وحبيتوا السلسلة الجديدة اللي بدأناها مع بعض. استنوا الفيديوهات الجاية علشان هتكون مفيدة جدا ولذيذة جدا وممتعة جدا، هنتكلم فيها عن الرحلة الجديدة والحياة الجديدة اللي مستنياكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.